في بيت تيتا لوزة حصلت حاجة غريبة. الصبح وهي بتفتح التلاجة اكتشفت إن صينية المكرونة البشاميل اختفت. الأكلة اللي كانت بتحضر لها بقالها أسبوع راحت. الجدة بصت حواليها، مفيش أي أثر غير 3 كانوا في البيت وقتها. شهد كانت هادية بس كانت أقرب واحدة للنقل. أما ياسين كان بيهزر كتير بس ممكن يكون الهزار ده بيخبي وراه حاجة. أحمد كان سرحان ودماغه مشغولة بس محدش عارف كان بيفكر في ايه. ال3 مش متهمين رسميا بس الشك حواليهم. يا ترى الموضوع بسيط ولا دي كانت جريمة فعلا مقصودة؟ مين فيهم اللي عمل كده؟ ولا في حد تاني محدش واخد باله؟ كل ده هنعرفه في الحلقة اللي جاية، لكن قبل ما تمشي اكتب في الكومنتات تفتكر مين الجاني. اشترك في القناة علشان لما الحلقة تنزل تكون أول واحد يعرف الحقيقة. دي بس كانت البداية، والباقي هتلاقيه في الحلقة اللي جاية يوم السبت الجاي.